مشاهدينا، الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات في العالم كله. الجيش المصري هو أول جيش منظم في التاريخ كله. في الجيش المصري تم تعليق أول رتبة عسكرية يعني على مستوى الحضارات أجمع. حديث طويل عن أهمية الجيش المصري، عن الدبلوماسية المصرية في كل بلاد العالم، من خلال لقائي مع سيادة السفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وحديث أيضا عن دور الدبلوماسية المصرية في مكافحة الإرهاب. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وفي الحقيقة اختيارنا لضيفنا النهاردة موفق، لأنه سبق له أنه كان سفير مصر في أفغانستان في الثمانينيات، وفي العراق في التسعينيات، وفي السعودية نهاية التسعينيات، وفي أمريكا اللاتينية وشيلي وأورجواي وباراجواي. يعني في الحقيقة وفي العراق أيضا حضرتك كنت في التسعينيات، وفي لبنان أواخر السبعينيات. يعني في الحقيقة العراق أفغانستان في أوقات مهمة جدا حضرتك كنت سفير هناك، فأكيد يعني هنحب نتعرف النهاردة على الأوضاع هناك مقارنة بالأوضاع حاليا، وبالإرهاب اللي متواجد واللي احنا بنعاني منه حاليا، وإزاي فعلا إن الدبلوماسية المصرية يعني ممكن يكون لها دور كبير في مكافحة الإرهاب. الحقيقة المصالح العالمية هي التي تصنع السياسات، وأمريكا يهمها أن تكون هي القوة الوحيدة في العالم أو القوة الأكبر. تمام. ولذلك عندما قامت الاتحاد السوفيتي كان منافس قوي لأمريكا، وكان يهم أمريكا القضاء على الاتحاد السوفيتي والشيوعية باعتبارها الخطر الأحمر الذي يهدد الرأسمالية الأمريكية. الصهيونية العالمية عندما بدأت بمخطط عالمي، ولذلك أمرت جمعيتها إنها تتجه بعد الحرب العالمية الثانية إلى العالم الجديد، إلى أمريكا، ونصحت إن ما تشتغلوش في الزراعة، اشتغلوا في التجارة، اشتغلوا في المال، اشتغلوا في الصناعة. البنوك من أهم الأشياء التي يجب أن تعملوا فيها. ولهذا الصهيونية العالمية قدرت من بداية نهضة أمريكا وفي هي زفهوتها أن تصبح تصبح صاحبة قرار. تمام. لأنها لديها المال، واستطاعت أن يكون لديها الإعلام، وبالإعلام والمال كما يقول التلمود تسود العالم. بالإعلام والمال. تمام. التلمود بيقول يعني هو ده اللي بيحصل دلوقتي، تمويل للإرهاب وإعلام بينمي كل هذه المسائل، وبخصوصا بكل المشاهد اللي بنشوفها مثلا من تنظيم داعش الإرهابي واللي بيبث عبر كل القنوات. ده صحيح. ولذلك الصهيونية العالمية قدرت تعرف فين مراكز القرار وتسيطر عليه في أمريكا، وقدرت انها تكون قوة فعلية لتحريك القرار. ولذلك يسمى الصهيونية العالمية هناك ما يسمى الحكومة العالمية. الحكومة العالمية هذه حكومة هي عبارة عن أصحاب رؤوس الأموال الكبرى، معظمهم في أمريكا وفي أوروبا، وكان في الاتحاد السوفيتي السابق، إنما كانوا هم اللي بيدوروا سياسة العالم وهم اللي بيشكلوا الحكومات. ده موضوع تاني، إنما هنخش في موضوعنا. طيب احنا عاوزين نركز على زيارة وزير الخارجية، وصل إلى ألمانيا أمس على رأس وفد مصري في طريقه إلى واشنطن في زيارة بتستغرق 5 أيام بيشارك خلالها في المؤتمر الدولي لمواجهة الإرهاب اللي دعت إليه الولايات المتحدة عقب الهجوم على مقر مجلة شارلي إبدو الفرنسية. في إصدار أيضا من مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة دعا فيه دول العالم إلى التعاون مع مصر والحكومة اللي
ايجابيه في التصدي للارهاب. يعني عاوزين نظره دبلوماسيه حول زياره وزير الخارجيه وايضا حول قرار مجلس الامن. الحقيقه وزير الخارجيه زار الامم المتحده وبغيت استصدار قرار من الامم المتحده للتضامن من اجل محاربه الارهاب ككل. كل ما هو ارهاب، مش جزء من الارهاب زي ما كانت امريكا بتقترح ان يكون هناك تضامن عالمي او هناك حلف ضد داعش، لا، ضد الارهاب ككل. لان الحقيقه لو شفنا الواقع الاصلي نجد ان امريكا هي اللي خلقت الارهاب، وخلقته عشان تضرب الاتحاد السوفيتي، وبعد ان استولى على افغانستان سنه 73 فوجدت خطوره جدا ان يصل السوفيت الى افغانستان والمياه الدافئه، البحر الاحمر وخلافه والمحيط الهندي، فيترتب على كده خطر على البترول الذي تعتبره هو دم الحياه بتاعه الحضاره، ولذلك تسيطر هي على البترول ايا كان المكان. فالخطر وصول السوفيت الى افغانستان واحتلالهم افغانستان ووصول 140 الف جندي سوفيتي في سنة 73 الى افغانستان كان خطر، ولذلك كونوا حلف لمحاربة الاتحاد السوفيتي ودخلوا فيه المسلمين. والمخابرات الامريكية والصهيونية صورت للعالم ان هناك خطر على العالم، لان الشيوعية وصلت الى هذه المنطقة. يا عرب، انتوا حكوماتكم عبارة عن حكومات ضعيفة، والشيوعية هتخش وهتسقط كل الحكومات. تحالفوا معانا وعملوا حلف مجموعة الأوروبيين ومجموعة الدول الإسلامية بما في ذلك الرئيس السادات في هذا الوقت، وكان في أضعف أيامه، لأن كانت خرجت الجامعة العربية وراحت تونس، وكان نصحوه قالوا له اعمل يا أخي جامعة الشعوب الإسلامية في مكان الجامعة العربية، وهذا ما حدث. إنما المقصود كان إن إشعار المسلمين أنهم في خطر، والدول الإسلامية أنهم يجب أن تحارب الشيوعية، وإعلان الجهاد المقدس ضد الشيوعية وتحرير كابول يعتبر مهم جدا، وهذا ما اقتنعت به الجوامع وكل رجال الدين الذين اشتري بعضهم من المخابرات الأمريكية. وبدأ زي ما احنا شفنا الستات تتبرع بذهبها عشان نحارب في أفغانستان، وكانت الحرب المسلمين ضد الشيوعية، وأمريكا لم تتدخل إلا من بره. إنما نتيجة الحرب موت مليون مسلم، 6 مليون أفغاني تشردوا. النتيجة النهائية بالنسبة للحرب في أفغانستان أن الاتجاه إن احنا بنحرر أفغانستان وبنحرر كابول، وكان المفروض بالمنطق أن نحرر القدس. فليست كابول أعز عند الله من القدس، ولكن الصهيونية العالمية جيشت الإعلام العالمي والمخابرات الأمريكية جيشت المسلمين، وبقت الحرب ضد الشيوعية. فأسقطت الشيوعية بفضل المسلمين، والحرب الضروس التي أشعلها الغرب وكان ضحيتها الأفغان، ومات زي ما قلت مليون من الأفغان، إنما انتصروا وهزم الاتحاد السوفيتي والجيش الأحمر الذي لم يهزم قط، وهزم على أيدي الأفغان والمسلمين.
وأصبحت أمريكا هي القوة الوحيدة في العالم، وسقط الاتحاد السوفيتي وأصبح من الدرجة الثانية. النتيجة إن أمريكا بقت هي القوة العظمى، وهو ده المطلوب. ثانيا، والمطلوب ان هو يستمر. والمطلوب ان هو يستمر. تمام. ثانيا، الصهيونية العالمية، أنا كنت في أفغانستان عندما وصل إدموند هامر الذي كان رئيس حكومة الظل العالمية، وهو يهودي صاحب أحد كبار البنوك الأمريكان وصاحب شركة أوكسيدنتال للبترول، وقال للأفغان إن أنا جاي عشان السلام، وأنا بأقنعكم اعملوا سلام وما تضربوش السوفيت في الظهر، مقابل ان انا هاحولكم، انا ادموند هامر احول لكم افغانستان الى سويسرا اسيا. تمام. واقتنع الافغان، وخرج السوفيت دون ضرب في الظهر كما فعل الافغان في الانجليز، لان الافغان لم يهزموا قط، ولذلك خرج السوفيت دون ضرب في الظهر. إلا أن الأمريكان بعد ما خرج السوفيت تغيرت سياسته. ونمرة واحد، إدموند هامر خد الآتي: أول شرط تحقيق تنفيذ حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي. تمام. معنى ذلك أن اليهود في الاتحاد السوفيتي الذين كانوا ممنوعين من السفر زي كل السوفيت لهم الحق الخروج، فخرج 1,000,000 راحوا لإسرائيل، واختارت القنصليات 1,000,000 يهودي سوفيتي راحوا لإسرائيل. 1,000,000 يهودي سوفيتي راحوا لإسرائيل، هم الذين كونوا حزب إسرائيل بيتنا الذي يرأسه ليبرمان وزير الخارجية الحالي. تمام. ده مقابل النصيحة الصهيونية والدعم الصهيوني. كان النتيجة ان زيادة 1,000,000 اختاروهم من كبار الفنيين، كبار العلماء، كبار المتعلمين، اختاروهم اختيار. وهذا احد العناصر. العنصر الثاني ان امريكا بقت القوة الوحيدة، الاتحاد السوفيتي فرض عليه، ووصل لدرجة ان في ايام يلتسن قبل بوتين وصلوا الى ان الصهيونية العالمية سيطرت وعملوا الارهاب داخل الاتحاد السوفيتي، مش داخل الشيشان بس، يعني ما اكتفوش ان الارهاب يبقى في الاتحاد السوفيتي داخل الشيشان، وترتب على هذا ان الشيشان اعلنت مستقلة، استقلال ذاتي. تمام. الى ان جاء بوتين وتغير الوضع واخذ بالشدة ووضع قوانين في غاية القسوة، وترتب على ذلك على سبيل المثال ان كل ارهابي 20 سنة اذا ثبت انه ضمن اي تنظيم. تقصد حضرتك ان بالشده وبالقوه هي دي الطريقه المثلى لمكافحه الارهاب في كل الدول؟ لا يوجد غير هذا. الاخذ بالهواده التاريخ يقول طيب عكس يا فندم، دبلوماسيا يعني ومع كل الدول وبتعاون كل الدول، وده المجهود اللي بيقوم به وزير الخارجيه الان، ودعوه لان كل الدول تتكاتف لمحاربه الارهاب. ايه اللي ممكن نوصل له في هذا الشأن؟ ان يؤخذ قرار من الامم المتحده. انا بس عاوز انبه لحاجه بسيطه جدا. المؤتمر الذي دعا اليه الرئيس الامريكي بكره، ودعي اليه 70 دوله للوقوف ضد الارهاب، وذلك زي ما حضرتك تفضلت وقلتي للرد على ما حدث في فرنسا فعلا. بالنسبه للصحيفه.
لما حصل 21 ماتوا استنكر البيت الأبيض، إنما لم يطلب بنفس الطريقة، وكأن ال21 مصري مسلم دول أو مسيحي أو أيا كانوا دول ما هماش بشر، إنما الفرنساويين بس هم اللي بشر لأن هم حلفاء. بالإضافة إلى أن أمريكا لها مخطط للتعامل واستعمال الإخوان المسلمين كما استعملوهم في أفغانستان. تمام. استعمل الإخوان المسلمين في أفغانستان ومولوا من المخابرات الأمريكية لضرب الشيوعية، فهم حلفاء فعليين في الإرهاب. ونفس أسامة بن لادن كان عميلا للمخابرات الأمريكية، وتكونت القاعدة لضرب الاتحاد السوفيتي. أما داعش وخلافه فما ننساش إن في العراق كانت هناك القاعدة في بلاد الرافدين، وابتدت بأبو مصعب الزرقاوي. تمام. وقتله الأمريكان، وجاء بدله الحالي الرئيس الحالي ومش بس كده، لما اختلف مع الظواهري ترتب على ذلك هذا الخلاف، انه هو قال انا هعمل الاثنين في العراق وفي سوريا، وقتل الممثل الظواهري في سوريا. تمام. وكون داعش. تكونت داعش بنفس الفكر الصهيوني من النيل إلى الفرات. هذه المنطقة هي الهدف المهم الذي ترمي إليه الصهيونية، ولذلك داعش أهم شيء العراق لحد مصر. ومصر الجائزة الكبرى. طيب عاوزين يعني نقول لكل مشاهدينا ان طبعا يعني حاجة مهمة ان الازهر الشريف اصدر فتوى بحرمانية مشاهدة فيديوهات القتل اللي بتبثها تنظيم داعش الارهابي لضحاياه، وعدم جواز ترويجها لما يشكله ذلك من ايلام المشاعر الانسانية، فضلا عن تلبية الاهداف الخبيثة لهؤلاء القتلة من محاولات فاشلة لكسر إرادة الأمة وتحقيق دعاوى كاذبة لترسيخ ثقافة الإسلاموفوبيا وإظهار الدين الإسلامي بمظهر كريه. يعني عاوزين نأكد على ده، يعني إن الهدف من تنظيم داعش الإرهابي هو إظهار الدين الإسلامي بمظهر كريه زي ما شفنا في تصريحات. لازم يعملوا دعاية الأول لداعش. فأعلنت أمريكا في نهاية سنة 11 شنت داعش بعض التفجيرات، أعلنت إنها بترصد 10 مليون دولار للقبض على البغدادي رئيس داعش. المقصود بهذا ليس القبض على البغدادي، ولكن إعطاؤه هالة إعلامية عالمية. ثم ابتدت السياسة الأخرى، لأن هناك خطر من الإسلام على العالم الغربي. تمام. وللأسف نحن ساهمنا في ذلك، بما في ذلك الشيخ يوسف القرضاوي في تصريح له معروف ومهم جدا، قال احنا هنستولى على أوروبا إن آجلا أو عاجلا، وستتحول إلى منطقة إسلامية. لما اتكلم عن انتشار الإسلام، لأنه بيقول إن احنا بنمتد في أوروبا وفي أمريكا، وأوروبا ستكون إسلامية في المستقبل، فأصبح عن طريق الدعوة. تخوف من انتشار الإسلام. والإحصائيات في السنوات الأخيرة أظهرت أن الإسلام بيتقدم، وأعداد كبيرة من الأوروبيين بيسلموا. ونذكر أن حتى في أمريكا من أيام الراجل بتاع البوكس محمد علي كلاي وانجرار أعداد كبيرة واهتمامهم بالإسلام واعتناقهم بالإسلام، كان مفروض لازم تبقى في خطة طويلة الأجل صهيونية تساعد المخابرات الأمريكية من أجل وقف تمدد الإسلام. هذه الذي تقوم بها حاليا داعش،
بإظهار الصورة السريع. وحضرتك أثناء ما كنت سفير مصر في تشيلي لاحظت فعلا أن في عدد كبير من يعني الجنسيات، يعني في أمريكا اللاتينية الحقيقة أنا عشت وفي أوروبا إن وجدت أن عدد كبير جدا، يعني النجارودي أسلم أحد كبار الفرنسيين الأدباء ووقعوا عليه عقوبة لأنه قال إن الصهيونية العالمية قال شكك في المحرقة. تمام. وحوكم. ومن العجب أن أنا أشكك في الله ولا أعاقب، إنما أشكك بالمحرقة هناك قوانين في فرنسا نفسها تمنع تعاقب عقوبة جنائية. الحقيقة الغرب استطاعت الصهيونية العالمية أن تقدم له الإسلام في الفترة الأخيرة بصورة كريهة على يد داعش، بحيث إن يا شباب الغرب آدي الإسلام أهو إزاي بيذبحوا، وإزاي حالة من الغوغائية والوحشية لدى المسلمين. هؤلاء هم المسلمون. أنت عاوز تبقى مسلم أيها الشاب الصغير الأوروبي؟ هذه هو ده شكل الإسلام. بهذا ده غرضهم. إذن داعش هي الخطر ضد الإسلام. طيب دبلوماسيا إزاي نقدر فعلا نكافح الإرهاب ونحارب الإرهاب؟ بالعلم. إزاي؟ أولا إحنا عندنا بلادنا لازال فيها عدد كبير من الأمية والفقر. تمام. هذه هي الغنيمة التي تستغل بأنه يتباع، وممكن مش بس كده عشان أهله بيموت نفسه ويبقى فدائي عشان ولا أهله ياخدوا فلوس. هؤلاء بالفقر، هذا الفقر وهذا الأمية هي العدو الأول للمسلمين، ولذلك يحض الإسلام على العلم. وأول كلمة أراد الله لمحمد أن تقال اقرأ تعلم. هذا هو الإسلام. الإسلام دين بسيط، دين في غاية علاقة بين العبد وربه، لا رقابة عليه إلا الله، ولذلك هو دين بيخوف الحقيقة. أي دين تاني أيا كان إن لم يأخذ نفس المبادئ بتاعة الإسلام البسيطة ويعقد الناس زي ما بيعقدونا رجال الدين عندنا، بيحولوا الدين إلى لوغاريتمات وصعوبات. الدين أبسط من ذلك. تمام. الدين مش هو الأحادي، لا، الدين في غاية البساطة، والإسلام انتشر ببساطته مش بتعقيداته وعن 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 وعن، لا. ولذلك أنا شايف أن الخطاب الديني والتعليم الديني في مصر يجب أن يتطور إلى تعليم فيه السماحة والبساطة والعلم بمعنى العلم وليس بمعنى التفلسف في العلم. تمام. طيب يعني احنا عاوزين يعني نشير بكل وضوح لزيارة وزير الخارجية سامح شكري لواشنطن في هذه الزيارة لبحث الأمور المتعلقة بالإرهاب. يعني في الحقيقة عاوزين نأكد على الدور ده وعلى هذا المؤتمر ازاي نوصل فيه فعلا لحلول لمعالجة الإرهاب ومحاربة الإرهاب. الحقيقة الموضوع ده محتاج لمجهود كبير وتعاون. هذا التعاون يجب أن يكون أولا بين الدول العربية، وأظن ابتدى هذا، وفي الأمم المتحدة تم الاتفاق على أساس أن الأردن هي الدولة العضو في الأمم المتحدة، هي اللي تقدم بالطلب، بالإضافة إلى مجموعة الدول السعودية والإمارات والبحرين. المجموعة دي اتقدمت بالمشروع من أجل تعميم الإرهاب وليس قصره على
فئة معينة. الإرهاب بمعنى الواسع وليس بالمعنى الذي تريده أمريكا أن يكون قاصر على جزء دون جزء آخر. بشكرك جدا، شكرا للسفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس المشر للشؤون الخارجية على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لحضرتك. وهنخرج فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع مرة تانية نكمل لقاءنا.